قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. يا شيخنا، بالنسبة لحكم زكاة الحلي التي تستخدمه المرأة لا للاتجار، ما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة التي ذكرتها وهي مسألة إخراج الزكاة في حلي المرأة أو في الذهب المستعمل المعد للاستعمال أو الذهب الذي تدخره المرأة للزينة والادخار، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أنه ليس في حلي المرأة زكاة، ليس في الذهب الذي أعدته المرأة للاستعمال زكاة، وهذا قول جمهور العلماء. واستدل لهم بما جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إن أعارت الذهب فهذه زكاته، ومنهم من ذهب إلى أن المرأة إن زكته عن عام واحد فإنه يكفيها ويجزئ بعد ذلك عن بقية الأعوام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحلي فيه الزكاة، وعلى المرأة أن تزكيه في كل عام، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وهو قول المحققين وقول كثير من المحدثين، ورجحوا من المعاصرين العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وأدلة هذا القول هي الأدلة الأقوى والأظهر من ناحية الصحة والدلالة. أولا هناك أدلة عامة وهناك أدلة خاصة. الأدلة العامة الواردة في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكون أن المرأة تدخر ذهبا حتى وإن كان للاستعمال فهذا كنز، كما جاء عن ابن عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز وما لم تؤدى زكاته فهو كنز. كذلك في قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة الطويل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. ففيه التعميم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ولم يستثنى في النص الذي نقله أو قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلي الذي تستعمله المرأة. الأدلة الخاصة ما جاء في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأتان، وفي رواية امرأة ومعها ابنتها، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا دليل، والحديث حديث حسن، على أن الحلي فيه الزكاة، وهذا هو الأبرأ والأحوط كذلك للذمة. والأدلة العامة ليس فيها تخصيص بالذهب إن كان للتجارة أو للادخار، أما إن كان حليا للمرأة أو تستعمله المرأة فليس فيه زكاة. ولذلك فالأصح أن تزكي المرأة عن ذهبها في كل عام. بعض النسوة تقول: طيب أنا لو زكيت الذهب في كل عام فسيفنى الذهب، سينتهي الذهب. أقول كما ذكر أهل العلم: لن ينتهي الذهب، لأن إذا كانت تمتلك مثلا 100 جرام من الذهب الخالص الذي نصابه 85 جراما وزكت، فإنها تزكي من مالها. وإن لم يكن معها مال وستزكي من الذهب، فإنه لو وقف عند 84 جراما فليس عليها زكاة، وال84 جرام ليست قليلة. ولكن أن تؤدي الزكاة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن جعلها من النساء اللواتي يمتلكن الذهب وتخرج المال
ولها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها لم تكن كتلك التي لا تجد حليا ولا تجد ذهبا. فبعض الناس يظن أن هذه الأمور الشرعية هي يرجى من ورائها المشقة والعنت وإرهاق الناس. القضية ليست هكذا، وإنما هي تكاليف وعبادات يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلو استحضرنا هذه النية فستسهل هذه الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم. لامرأة تسأل تقول أن عندها ذهبا خاص بها لا يبلغ النصاب، لكن لكل من بناتها ذهب مستقل، كل واحدة لم يبلغ ذهبها النصاب، لكن بمجموع هذا الذهب كله يبلغ الذهب النصاب، فهل تجمع وتخرج عليه كله أم تحاسب كل واحدة بمفردها؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص هذا السؤال. هي تذكر أنها لا تمتلك نصابا، ذهبها لا يوفي النصاب، ولكن مع بناتها كل بنت تمتلك قطعة أو قطعا من الذهب، فلو أنها جمعت ذهبها على ذهب بناتها لزاد على النصاب. أقول هذه المسألة فيها تفصيل ذكره العلماء. أولا، إن كان هذا الذهب هو ذهب المرأة ولكنها قسمته على بناتها وأرادت أن تتحلى بناتها أن تتزين بهذا الذهب، إذن هو ذهبها، وعند أن نجمع الذهب كله سيجتمع النصاب ويكتمل النصاب، فعليها أن تزكي الذهب لأنه ذهبها وقد أعارته لبناتها. أما إذا، وهذا هو القسم الآخر، إن كان الذهب الذي مع بناتها تمتلك كل بنت ما معها من ذهب وهو خاص بها ليس لأمها، كان يكون هو عبارة عن هدية من الأقارب أو هدية من الوالدين، فعند ذلك ننظر. فإن كان الذهب الذي مع الأم لم يوفي النصاب فليس عليها زكاة، وإذا كان الذهب الذي مع البنات كل قسم لا يوفي النصاب فليس فيه زكاة، والله أعلى وأعلم. قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا